خرج لنا واحد السيد عور، يعني عور من عينه ودير واحد الرزه. صراحه انا ملي شفتو خلاني الشكل ديالو كان في واحد الشكل قبيح. خالتي قالت لي هذا هو الفقيه اللي الاسم ديالو المعطي. بقيت كنتسائل مع راسي وكنقول كيفاش هذا فقيه وحالته شو كيفاش دايره. ما يمكنش هذا يكون في المنظر ديال الفقيه، حاشا ولله يكون فقيه، لكن هادشي بطبيعه الحال كان كيدور غير في راسي ما قلتوش. المهم دخلنا لدارو وما نكذبش عليكم دارو كانت عباره على زباله حاشاكم. حوايجو كانوا مليوحين في الارض، الحيوطه ديال الدار مشققين، الريحه ديالو كانت خانزه عزكم الله. تخيل معايا كان سرق الزيت كيدور في الارض العفن. جلسات خالتي وجلست حداها قالت لي عاود للفقيه كاع داكشي اللي واقع لك. المهم اللي عاودت ليه وساليت الكلام ديالي دو معايا قال لي راه شي واحد هو اللي داير ليك شي حاجه. قلت لي اواه شكون هو هذا اللي داير لي شي حاجه كيفاش؟ داك السحار قال لي راه واحد صاحبك هو اللي داير لك السحور، وهاد صاحبك هذا راه سميتو عادل. انا بالفعل كاين صاحبي سميتو عادل وماشي اي صاحب، هذا اعز صاحبي عندي، زعما الصديق ديال الطفوله، يعني كنعتبره بحال خويا. ما يمكنش عادل غادي يدير شي حاجه بحال هكا ليا، ما يمكنش يأذيني. قلت ليه واش متاكد من هادشي اللي كتقول؟ السحار قال لي راه متاكد. خالتي نقزات وقالت لي بطبيعه الحال راه غادي يكون متاكد. منين غادي يجيب هاد السميه ديال صاحبك؟ انا ما نكذبش عليكم طلع لي الدم وصافي، تعصبت بزاف، كنت ناوي نقتل عادل حيت هو السبب في هادشي كامل وهو السبب في الموت ديال المراه اللي كنت غادي نتزوج بها. المهم داك السحار كمل الهضره ديالو قال لي انا دابا غادي نخرج منك هذاك الشيء اللي فيك، واش مستعد؟ قلت ليه مستعد. داك السحار بدا كيرسم رسومات على الارض ورسم واحد الدائره على الارض. قال لي تعال وقف في وسط هاد الدائره بالضبط. انا بالفعل نفذت داك الشيء اللي قال لي ووقفت في وسط هذيك الدائره بالحرف. بقى كيقرا شي كلام غريب وقال لي قول ورايا باسم كاد واو راء غين الف سين ثاء ثاء فلياتي المتخفيين من بعدهما راقدون سائرون. انا اللي لاحظت في هذه اللحظه هو خالتي كانت كتغوت وكتقول بعدوا مني بوحدها. ديك اللحظه السقف ديال الدار ولا كحل ما فهمت حتى شي حاجه، وكانت فيه شي حاجه كتمشى وجايه لقدامي، وهذا الشيء كامل كان خارج الدائره. المعطي قال لي غمض عينيك وما تفتحهمش والا غادي تتحرق، زائد ما تخرجش برا الدائره كاع. فهاد اللحظه بديت كنسمع جميع الاصوات اللي كنعرفهم، صوت الوالد، صوت الوالده، صوت ساره اللي ماتت، كاع الاصوات كنسمعهم في ودني. دوك الاصوات كاملين كانوا كيدوروا عليا. واحد شويه حسيت باللي الارض بحال كتسرطني. حاولت انني نفتح عيني لكن المعطي عاوتاني دوا وقال لي عندك تفكر تحل عينيك والا غادي تحرق. كنت مغمض عيني وكندوي معاه. قلت لي علاش ما نحلوش؟ قال لي راه القارين ديالك من موراك محمد، قارينك وراك، راه وراك، عندك الدور وتشوف، ما تشوفش وراك كاع. قال لي هبط راسك للارض وحل عينيك. انا بالفعل درت داكشي اللي قال لي، هبطت راسي لتحت وحليت عينيا. في ديك اللحظه بديت كنشوف ان الارض كدور بيا، وهذاك الخاتم اللي عطاني الاب ديال ساره حسيت به في يدي بدا كيسخن عليا بزاف. اصلا انا كنت لابسه، حسيت به بدا كيسخن بزاف، الجسم ديالي ولا ثقيل عليا. واحد شويه بديت كنسمع داك الساحر كيقول العفو 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 يا سيدنا. في هذه اللحظه ملي فقنا وسال كلشي قال لي داك السحار هز خالتك صافي وسير بحالك. لكن خالتي كانت فاقده الوعي ديالها، كانت مغيبه. المعطي غادي يحيد هذيك الرزه من فوق راسه وغادي يحيد واحد الخصله من الشعر ديالو غادي يحرقها وغادي يديرها ليا في جبهتي. صراحه انا هنا ما بقيت فاهم حتى شي حاجه، وليت باغي غير نمشي من هنا. فيقت خالتي صافي ومشينا بحالنا. لكن قبل ما نمشي قال لي انت راك غادي تتآدى في كاع الحالات. قال لي انا ممكن نكون بعدتهم عليك غير شويه لكن راني ما بعدتهمش في مره. قلت لي انا ما مسوق لتا شي واحد. قال لي واش ما باغيش تنتقم لمرتك اللي توفات؟